لكم مساء، وأهلا ومرحبا بكم في اتحادكم. أعزائي الأمسية، اليوم لفت نكهة خاصة ونوعية خاصة، ونحن وحيدين اليوم عن الشعر وعن السرد القصصي والروائي. اليوم لها نكهة علمية بالرغم أنه بها نوع من الربط التاريخي. موضوع الأمسية اليوم هو هندسة المباني بين الحداثة والتراث. شوفوا من عنوانه أعزائي أنه به نوع من السعة الكبيرة، استعراض تاريخي كبير جدا لعملية ملاصقة إلى البشرية. يعني صحيح قد يكون الإنسان في بداية حياته عاش بالعراء أو عاش بالكروب، إلا أنه عملية البناء وعملية العمارة أخذت دورها الكبير. قد أنا أتكلم بعض الدقائق إلى أن أقدم الأستاذ المهندس الاستشاري الأستاذ مثنى البياتي، راح يتكلم لكم بشكل مسهل عن هذا الموضوع. العمارة تعتبر من إحدى الفنون الهندسية، ومن صفاتها أنه العمارة تعكس تراث المنطقة. يعني شو نقول، الشعر والأدب يحاكي مرات يحاكي الواقع ويسموه مرآة للواقع. أيضا فن العمارة أيضا يعطي صورة عن واقع تلك المنطقة. اللي تقدر تعرف هذا الفن المعماري من خلال الرموز ومن خلال بعض الرياضة اللي موجودة به. كثير من عندنا سواء المتخصصين من يباوع على أي رياضة يقدر يقول لك هذه كانت في العصر الفلاني أو بالفترة الفلانية. نعم. وعندنا دائما المسائل المستخدمة في عملية فن البناء وفن العمارة. قديما كان معروف أنه قد يكون مادة الطين ومادة اللبن، بعدين صار عملية نوع من التطور شيئا فشيئا، يمكن أصبح هذا اللبن من نوع مفخور، ودخلت الحجارة الكبيرة ودخلت الأخشاب، وحديثا دخل الإسمنت ودخل الحديد في العمارة. في الحضارات القديمة يعني اللي موجودة مثل الحضارة المصرية وحضارة وادي الرافدين وحضارة الصين والهند وفارس وجنوب شرق آسيا ومناطق الأستيك والمايا وغيرها من المناطق على مساحة الكرة الأرضية، نلاحظ أيضا هناك فن من فنون العمارة. وقد في بعض الأحيان أنه العقل البشري يتساءل على عظمتها وعلى قوتها، مثل ما احنا نشوف مثلا أهرام مصر وحضارة الأستيك، هذه المدرجات اللي موجودة، وما قيل عن برج بابل وجنائن المعلقة. أما العمارة الحديثة يعتبرون بعض المهندسين، يعني إن صح التعبير أو كنا صادق أو لا ما أعرف، يعني أنه بدأت النقلة هناك بالقرن التاسع عشر، فظهرت عندنا الأبنية الحديثة، وظهرت عندنا تخطيط المدن الحديثة، وظهرت عندنا الأسواق والعمارات وغيرها من هذه الفنون الجميلة. أما بالنسبة إلى العالم الإسلامي اللي هو قريب يعني من عندنا، أنه لاحظ أنه العمارة قبل الإسلام كانت موجودة، يعني مثل ما موجودة في اليمن، قد تتمثل ببعض القصور، تتمثل ببعض السدود وغيرها من فنون العمارة. نعم، عندنا مثلا قرينا عن قصر غمدان اللي موجود باليمن، وهذا جماليته أنه كان من أكثر من طابق، وهذا يدل على قوة الهندسة والفكر المعماري. ونلاحظ أنه عندنا أيضا حتى في منطقة المنايرة، عندنا في قصر السدير والخوارنق آثار موجودة وأسس موجودة. وأيضا ظهرت عندنا كثير من الأبنية والريازات الحضارية الكبيرة جدا، مثل منطقة الحضر عندنا اللي قريبة من الموصل، وعندنا تدمر في بلاد الشام، وعندنا منطقة الأنبار. نعم، أيضا يعني هؤلاء اللي نحتووا المسائل في المناطق الجبلية الصعبة. والعمارة الإسلامية تمثلت يعني بشكل كبير جدا في المساجد. يعني المسجد النبوي يعتبر أول مسجد كان بسيط، يعني تطور شيئا فشيئا، وعندنا مساجد كثيرة جدا منها المسجد الأموي، أكيد كثير منكم شايفين المسجد الأموي، والمسجد العظيم هو مسجد قرطبة الكبير،
وعندنا مساجد بالفترة الحديثة موجود مسجد كبير جدا بالمغرب، وموجود مسجد موجود أيضا في الإمارات العربية المتحدة. المساجد الإسلامية معروف عنها بالألوان الزاهية والأقواس والمقرنصات، نعم يعني جميلة جدا. والقصور كثيرة أيضا، يعني مثل القصور العباسية، القصر العباسي موجود، والقصور الأندلسية مثل قصر الحمراء، وعندنا القلاع أيضا موجودة، وعندنا في بادية السماوة الخيبر حسب ما كنا احنا شايفين طبعا. وعندنا ظهر تخطيط المدن عند المسلمين، وخاصة في بداياتهم هي مدينة الكوفة ومدينة البصرة ومدينة الفسطاط، وأخيرا مدينة القيروان، وأجمل إلى وهي مدينة بغداد. نعم هذا الموضوع إذا تتكلم به موضوع طويل جدا، يعني طبيعة هاي المدن وشلون بمن يبدون وبمن ينتهون. الشيء الأخير اللي أحب أقوله، أتكلم عن العمارة اليونانية. معروفة أنه هذه التماثيل الرخامية العظيمة الموجودة والأبنية ذات الأعمدة وبها التيجان والمقرنصات بأشكالها الهندسية الرائعة. أما بالنسبة إلى الرومان فمعروفين بالمسارح. المسارح الرومانية معروفة ومنتشرة في أسقاط الإمبراطورية الرومانية، ومشهورين أيضا بالقلاع والحصون. وأول نظرية هندسية يعني يقال إذا ما لأي إنسان أو لا، يعني حسب ما قرأتها كان هناك مهندس روماني اسمه بيتروفيوس وضع أول نظرية بالنسبة إلى البناء الهندسي، وقال البناء الهندسي يجب أن تظهر ببعض المظاهر، منها أولا متانة البناء وجمال البناء والهدف من ذلك البناء. على هذه الأسس اعتمد. أما الفترة الحديثة فظهروا كثير من المهندسين، وعلى رأسهم كنا نعرف المرحوم الزهراء حديد. نعم أنا شايف لها يمكن حوالي 3 أنصار 4 يعني واحد بفرنسا شفته، واحد ممكن شفته في العاصمة الرجال. نعم وبغداد أيضا هذا مصر بغداد طبعا. آخر شيء يعني نقطة نقولها هي طبيعة المباني كانت تتلائم دائما. المهندسين يتعاملون بفن العمارة اللي يتلائم مع طبيعة المنطقة. قد تكون المنطقة سهلية، قد تكون المنطقة خضراء، قد تكون منطقة جبلية، قد تكون منطقة شلالات وأنهار. فتشوف الفن البناء يحاكي هذه المسائل اللي موجودة. وأخيرا وليس بآخر، هناك المهندس المعماري وهناك المهندس المدني. المهندس المعماري هو المصمم، هو اللي يضع المجسمات والشكل الجمالي لذلك المبنى، والمهندس المدني يجي ينفذ هذا الهيكل. فإذا نريد نقول شيء نقول المهندس المعماري مصمم على الورق، والمهندس المدني مصمم على الأرض. هذه حبيت أقول المقدمة، وأدخل الآن في سيرة أستاذنا الفاضل المهندس أستاذ مثنى، المهندس الاستشاري الأستاذ مثنى عبد اللطيف حسن البياتي منتوى. صوتك مسموع. دائما نسمع احكي عيني. حبيبي مو انا هاي لا دوقها. بالنسبه للسيره للاستاذ المهندس الاستشاري اول مثنى عبد اللطيف حسن البياتي 1971 في بكالوريوس هندسه مدنيه 1995 جامعه الانبار. الأستاذ مثنى مهندس استشاري في إدارة وتنفيذ المشاريع الإنشائية، عضو نقابة المهندسين العراقيين سنة 1995، وعضو زائر في نقابة المهندسين في الأردن والإمارات، عضو اتحاد المقاولين العراقيين، مدير تنفيذي لشركة جسور التنمية للتجارة والمقاولات العامة. النشأة كانت نشأته الأستاذ في مدينة الخالص، وتحية لمدينة الخالص وأهلها الكرام، من أسرة علمية عرفت بالتفوقها العلمي. نعم اهتماماته عنده اهتمامات كثيرة جدا في الجانب الأدبي والثقافي، ناشط في العمل الطوعي في المجالات الإنسانية والجمعيات الخيرية، عمل في مجال البناء والمشاريع الإنشائية، متخصص في إدارة المشاريع منذ 20 عاما، عمل في عمال الأردن من سنة 96 إلى 2000،
أنجز كثير من المنشآت وخاصة الرياضية، قاعات ومسابح. عاد إلى العراق 2006، عمل في الإمارات في كبريات الشركات العالمية لمدة 4 سنوات. نعم، هذه العمل مع هذه الشركات أضافت له كثير من الخبرة في مجال عمله وتخصصه، وخاصة في المشاريع الاستراتيجية. أوكلت إليه مهمة كبرى، مشروع ملعب ديالا الأولمبي إن شاء الله الذي يتسع 30,000 متفرج. طبعا المحاضرة بالتأكيد ستكون عن استعراض تاريخي حول نشأة وهندسة المباني منذ اللبنة الأولى إلى يومنا هذا، وتسليط الضوء على الإرث الحضاري الذي صنعته العمارة الهندسية. وشكرا، وأترك الميكروفون لأستاذ الفاضل الأستاذ محمد. مساء الخير، سعد الله اوقاتكم، وتحيه طيبه ومحبه واحترام الى جميع الساده الحضور، والى اسره اتحاد القداح، اصدقائي وزملائي اعضاء اتحاد الادباء والكتاب العراقي في ديالا، وشكر الجزيل وخالص الامتنان إلى هذه المقدمة الطيبة من أستاذنا الفاضل الأستاذ ثامر. وأرحب بكم أجمل ترحيب، وأتمنى أن تكون هذه الأمسية والمحاضرة إضافة معرفية و يعني تقدمة للإرث الثقافي والبعد الإنساني في مجال هندسة المباني والعمارة في منذ البدايات واستشرافها إلى وقتنا الحاضر وإلى المستقبل أيضا، لأن الاستشراف هو للمستقبل. المحاضرة حقيقة هي هندسة المباني بين التراث والحداثة، رؤية واستشراف. بالبداية خلينا نعرف تعريفات بسيطة نعرف فيها المصطلحات اللي راح تمر بينا ككلمة هندسة. الحقيقة كلمة هندسة هي كلمة غير عربية، وكلمة فارسية الأصل، وأصلها الإندازة أو هندازة، وتعني بالفارسية حل المشكلات بالعلم. أما المعنى العلمي لكلمة لمصطلح الهندسة أو علم الهندسة هو العلم الذي يستخدم المبادئ العلمية والتطبيقات الرياضية لتصميم وتنفيذ المنشآت والهياكل والآلات، واختراع الأدوات والأنظمة والعمليات والعناصر لأجل تطبيقها على أرض الواقع بهدف تلبية احتياجات الناس وتسهيل يعني أساليب الحياة على الإنسان. وهو علم يتعامل مع الأبعاد والقياسات والأشكال والمجسمات والكميات والزوايا من جميع الخواص من حيث الخواص. وكلمة engineering باللغة الإنجليزية تعني تذهب إلى نفس التعريف العلمي، وهي تطبيق القواعد والقوانين العلمية على أرض الواقع باستخدام الرياضيات والأدلة التجريبية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية من أجل الابتكار والتصميم والتنفيذ. المحاضرة تبدأ من التراث اللي هو أساس كل شيء، وكل علم وكل مجال من مجالات الحياة يبدأ من بداية، وعادة البداية تصبح تراث. وحتى هذه المحاضرة محاضرتنا حسب تعريف أستاذنا الدكتور عبد الله الغدامي يقول أي منجز إنساني يمضي عليه الوقت حتى لو كان آنيا
يصبح تراث. والتراث هو أي شيء يورث. فالتراث هو خلينا نعرف التراث والحداثة. التراث هو كل منجز بشري يتم إنتاجه في أي زمن يمضي، وهو تراث لأنه يورث، كما أنه إرث أسلافنا الحي فينا. أكيد التراث يبقى حي، وإحنا استلهاماتنا وأفكارنا وقيمنا وحتى مبانينا وأعمالنا الفنية والعمرانية كلها تعكس ثقافتنا وتراثنا. مؤكد أنه نستوحي كل أعمالنا وإبداعاتنا من التراث. فهو إرث أسلافنا الحي، وهو المنجز الثقافي والعمراني والإنساني الذي يشكل الرصيدة الحضارية يستثمر في نهضة الشعوب وتطورها وازدهارها. واستحضار التراث في كل شيء هو المثابة ونقطة الشروع للمضي في تطوير فكرنا الإنساني والرؤية العمرانية وكل ما يصلح لمشروع حداثي تنويري، ابتداء من مبدأ التفكيك والجدل والنقد الذي يصبح هو المدماج الأول في مبنى الحضارة العمرانية والمدنية الحديثة. أما مصطلح الحداثة وهو ليس قريب عنكم أساتذتنا الكرام، لكن الحداثة في المجال العمراني هو نقطة تحول. فالحداثة مفهومها بمجال هندسة المباني هو التفكير اللي ظهر في مرحلة الانتقال الأوروبي من القرون الوسطى إلى القرون الجديدة. وأهم ما يميز هذه المرحلة هي اعتبار العقل هو نقطة المركز والمسيطر الذي يسيطر على كل حركات وأفراد المجتمع ويقود مسيرة النهضة. وأكيد الثورة الصناعية التي هي إحدى أهم نقاط هذا التحول والأسس أو الأساس أو الركن الركين في إبراز وإحداث هذا المفهوم. وفي القرون الوسطى كانت الكنيسة هي التي تسيطر على منظومة الفكر، وكانت تصادر كل معالم الانتصار للعقل وتحارب انهزام الخرافة والأوهام، وكانت هي اللي تشجع على الخرافة وتنشر الأوهام وتصارع وتحارب كل النظريات التي ترفض الأسباب الطبيعية وتفسير الأشياء من والتطبيقات العلمية. كانت ترفضها لأنه هذا يعني سبيل يؤدي إلى إفلاس نظرية الكنيسة وكل النظريات اللي تعتمد الوهم في مؤداها. ولذلك بدأت مظاهر الازدهار والتطور على الأمم التي ركنت جانبا الأفكار البالية وفكرة الرجل الأوحد اللي هو يقود المجتمعات والمجتمعات اللي كانت تعاني من مشاكل عظيمة. هذا تعريف بسيط لمصطلح الحداثة والتراث. أما البدايات بدايات مبدأ هندسة المباني، يعني هي ما كانت هندسة مباني بالفكرة المتخصصة والعلمية كمصطلح، ولكن كانت هي مرحلة انتقال. البدايات أنا بدي أحكي البدايات هي مرحلة انتقال من فكرة الإنسان المتشرد البدائي اللي يعني ما كان يعرف مبدأ الاستقرار والإيواء في مكان آمن يوفر به متطلبات إنسانية وآدمية حقيقية. كانت رحلة هي رحلة الإنسان رحلة مربكة، والحياة غير محكومة بنظم وقوانين وأحكام. والانتقال من البدائية للحضارة
كانت تحتاج إلى يعني قفزة حقيقية بالإنسان، وما تحققت هاي القفزة إلا ببداية الحضارات الأولى. ونقدر نقول إحنا أول حضارة اكتشفت بها ملامح مدينة ومواصفات، يعني مواصفات لمجتمع يعني ليس حضاري، مجتمع تجمع سكاني. هو ظهر في وادي الرافدين في مدينة أور، أول مدينة بالتاريخ. ظهرت عام 3600 قبل الميلاد في مدينة أور. ما أدري إذا صار ربط ويا المشاهد نقدر نوضح الصورة. هذا 3600 قبل الميلاد، على خلاف من الفكرة الراسخة في أذهاننا إنه الحضارة والمباني والازدهار التاريخي في الحضارات ظهر في الحضارة اليونانية والرومانية. هذا الشيء مو دقيق، بالعكس هذه كانت حضارات متأخرة، ولكن الظاهرة التدوينية للأسف يعني كانت محتكرة، فبرزت الحضارة اليونانية والرومانية وأهملت حضاراتنا اللي هي أساس كل شيء كانت. فأول حضارة مثل ما قلنا أو أول مدينة بها ملامح مدينة هي في مدينة أوروك أو أور اللي أنشأها السومريين. بعدين كانت القرى أقدم من المدن، أقدم بكثير. القرى هي تجمعات سكانية صغيرة، وراح نلاحظ فيما بعد إنه شنو الفرق بين القرى والمدن. فالقرى كانت أقدم قرية بالتاريخ المدون هي قرية أريحة في فلسطين سنة 8000 قبل الميلاد، قديمة جدا. وظهرت قرية في الأناضول 6500 قبل الميلاد. كذلك قرية أخرى قرب الموصل 5500 قبل الميلاد. وظاهرة نشوء المدينة آنذاك كانت تشترط حتى تكون ملامح مدينة، لازم عندنا في هذه البقعة من الأرض تعداد سكاني لا يقل عن 50,000 نسمة. هذا التجمع السكاني هندسة التخطيط الحضري باسم الظاهرة المدينية، واللي بدأت عند السومريين في أورو كما ذكرنا سابقا، ثم توالت الحضارات عند المصريين 3000 قبل الميلاد، ثم الهند 2800 قبل الميلاد، والشام اللي هي الشام الكبرى كما تعرف تاريخيا 2500 قبل الميلاد. وهي أيضا مدينة الشام الكبرى أو حضارة الشام الكبرى هي أيضا حضارة أسسها الأكاديون قبل الكنعانيون، ومن ثم اليونان اللي هي آخر الحضارات اللي بنت المدن، على عكس ما يعتقد كما ذكرنا أن هي أقدم الحضارات والحواضر. قد تكون أقدم الحواضر ولكنها ليست أقدم الحضارات، لأنها تركت يعني أثر وإرث ضخم جدا، زائدا ثقافة الحجر اللي هي تكون ديمومتها أعظم من ثقافة الطين والتراب. فكانت راسخة وواضحة حضارتهم. إضافة إلى عندنا حضارة فارس 800 قبل الميلاد في منطقة أكباتان في قرب همدان. وعندنا الحضارات اليونانية والرومانية بال700 قبل الميلاد. وفي إيطاليا اللي هم الرومان كانت أكثر يعني المدن اللي عندهم أو ليست مدن اهتموا بالقرى، كانت أكثر قرى. وأول من بنى المدن في أوروبا هم التروسكيين، وهم أقوام جاءوا من السومريين وانطلقوا إلى سواحل الشام الكبرى وإلى الإسكندرونة ومن ثم إلى روما. أكو ظاهرة اللي ذكرتها اللي هي الظاهرة المدينية. هذه هي أساس فكرة المدينة
وأساس فكرة هندسة المباني. هندسة المباني للأسف يعني إحنا ماخذين فكرة هندسة المباني إنه هي الجدار والسقف والشبابيك والأبواب. طبعا هذا الشيء مو صحيح. هندسة المباني هي هندسة المدن، ولذلك الهندسة المدنية هي تعكس مصطلح هندسة المدينة وليس المبنى. والهندسة المعمارية هي والواجهة والحديقة والنافورة والتفاصيل الدقيقة الفنية اللي هي اللمحات المعمارية والفنية للمبنى. الظاهرة المدنية هي بداية تمظهر المجتمع أو الإنسان ببداية مظهر المدينة، واللي قراها الإنسان من عدة جوانب، حيث قراها الدين قراءة معينة، وقراها الفيلسوف، وقراها الاقتصادي، وكذلك الشاعر والأديب منذ القديم، وأيضا وثقها المعماري والمخططات البسيطة اللي ظهرت. بصراحة ما أعرف يصير عندنا خلل بالربط ويا الشاشة، كان وضحنا يعني تفاصيل لها ربط ويا الكلام مفيدة جدا. فحاب أوضح لكم مخطط بسيط من النقاط الأثرية اللي وجدت في مدينة نيبور أو نفر في منطقة الديوانية، وهي حضارة نابو أو مدينة نابو. وجدوا أول مخطط لمدينة حضارية. أوكي. لأول مدينة حضارية حافظ أوضح لكم إذا حولت معي. أوكي أستاذنا العزيز طبعا. تمام. هذه مدينة أور اللي تكلمنا عنها ذات الشروق التفصيل واضحة. هذه مدينة أور اللي هي المدينة أول مدينة بالتاريخ، وشيء يعني مثير للفخر والاعتزاز إنه عندنا هيك حضارة وهيك، ومع الأسف يعني ما عندنا ذاك الاهتمام الواضح بهذا الموضوع. بس احنا اكيد احنا اهلها هاي الحضاره، وهذا مثال فخر لنا. هذه مدينه أور، هذه المدينه المتخيله في ذلك الزمان بهالحجم هذا وهاي الزقوره اللي هي باقي منها هذا الاثر اللي اسفل الشاشه. ما ادري اذا واضحه زين مشاف. هذا الاثر لمدينه أور وزقورتها. طبعا هذه المنطقه المحيطه بها شايفها كلها مدافن ويعني من يحكوا لك الاثاريين بها منشات ومؤسسات ودور عباده واماكن للتعليم واماكن للخدمات. يعني ما اعرف عن 3600 قبل الميلاد ما نقدر نتخيلها انه اكو خدمات ومباني ومدارس ودور عباده. وهذه هذا المخطط اللي اقول لكم عليه ظهر بحضاره نفر 2050 قبل الميلاد. مخطط يظهر يعني خلينا نقول هذا اول سكيتش لمخطط هندسي اكتشف في تاريخ الحضاره الانسانيه. هذا المخطط يوضح لنا بدايه اول مدينه موثقه بها. هاي وثيقه تاريخيه عظيمه هذه في ما اعرف بين الحرب العالميه للاسف. واللي تحتها هي مدينه نابو او حضاره نابو اللي اسسها الملك العظيم بورنمو، وسن القوانين
يأسس لبداية تنظيم المدينة من حيث القوانين والنظم والالتزامات. فالمدينة هي عالم سحري جذاب تختلط فيه كمية من المتناقضات بين الفوضى والنظام والعدل والظلم وبين الكثير من الأمور. وبقيت هذه الظاهرة اللي هي مكان لاستئناس الإنسان منذ البدايات، ولذلك صار به هذا الهاجس والهوس في البناء يعني الإنسان. وإلا يعني قد نستغرب من فلسفة التفكير البشري إنه بجانبك أنت ساكن بالمدينة وبجانبك حقل أخضر. هذا الحقل الأخضر بالماء والخضراء والثروات والعمل والغلة مثل ما يقول، ويشيلها الفلاح ويا هذا التعب كله يشيلها للغلة يوديها للمدينة يعطيها لأهل المدينة حتى يبنوا له بناء، يبنوا له مدرسة ويبنوا له دار عبادة ويبنوا له يسووا له شارع وهذا، في حين القرية تبقى قرية والمدينة تبقى تتطور على خلينا نقول على ظهر الفلاح وعلى ظهر الناس اللي تخدمه. فبقت فكرة المدينة هي المدينة يعني الفكرة الساحرة للإنسان واللي يدور حولها كل الأفكار والتطورات والتحديثات والاكتشافات العلمية كلها تدور حول المدينة. مثل ما قلت لكم هذا المخطط اللي ظاهر على الشاشة هو يعني بداية تقسيمات المدن، وهي مخطط بدائي هو لوح طيني ظهر قلنا في مدينة يظهر به السور. هاي المنطقة اللي هي مثل السور أو الشيء المحيط بهذه المدينة وموزع بها مباني ومسالك للطرق وفيها يعني زقورة كما يظهر. أنا قريتها بالتفاصيل الأثرية بس ما حبينا نتعمق بالهذا، بس الصورة الجوانية تظهر بالتفاصيل. يعني أكو عمل هندسي لناس لهم نظرة يعرف للأمام ايش راح يصير، عنده فد رؤية. وهذه هي يعني الأزمة بالمجتمعات اللي هي الرؤية أو الاستشراف للأمام. وما أعرف إذا نخرج شوية عن الموضوع بس هو كلام إلى ربط. يعني إحنا أزمتنا هسه بالبلدية الرؤية، ما عندنا رؤية للأمام، عندنا المسؤول عنده رؤية، بس كشعب وكمجتمع وكنخب وكمختصين عندنا رؤية بس ما نقدر ننفذها لهذه الرؤية. الرؤية مو إلنا، الرؤية رؤية الآخر، بينما هذا الآخر قد يكون ما مختص لكن ينفذ رؤيته، عنده أولويات ومتطلبات. فأزمة البلد أزمة رؤية. وبصراحة يعني أنا من خلال تجربتي بالعمل أكثر من 25 سنة، يعني الدول الأخرى اللي عندها تجارب بسيطة جدا، يعني أنا من أقارن حضارتي وحضارة الآخرين اللي هي بعشرات السنوات، بس بدأوا يبنون مجتمعات على أساس تراكم الخبرات. إحنا هذه تقطيع الخبرات عندنا. فكرة تقطيع الخبرات هي تهدم المدن. يعني أنت بالوقت اللي تقطع الخبرة وتجزئها، يعني تسوي جاب بين الجيل اللي سابق والجيل اللي لاحق. نفس الفكرة بالضبط، إنه هذا الجاب اللي تشوفه هسه بين بغداد ودبي، هذا الجاب الحضاري بين بغداد ودبي هو نفس الجاب اللي موجود بالتفكير. يعني مثلا خلينا نجيبها على مستوى المهندسين بالعراق. اساتذتنا المهندسين اللي علمونا ودرسونا واللي هم
التواصل العلمي والحضاري. باقي الدول متأسسة قريبا جدا، لكن هذا الامتداد المعرفي مستمر، استمرت. بينما هسه انت عندك فكره عن بغداد بالثمانينات ومباشره انتقلت الفكره الى ما بعد 2003 او ما بعد 2010. يلا اكو ملامح حسب مدينه بغداد او اي مدينه اخرى. زين هذا الجاب شنو هو؟ هذا الجاب مو تهديم ولا اهمال، هذا فارق حضاري، هذا فارق بالتفكير، هذا صار قطع بخبرات المعلمين والاساتذه الجامعيين والمهندسين والاطباء. هذا القطع التاريخي هذا ما ممكن تعويضه. راح نبدا هسه احنا من نقطه اللي بدينا من عندها، لكن هذا البيت راح يبقى واضح وموجود للاسف. يعني نرجع لموضوعنا. فالحضاره هاي اللي تاسست في منطقه نابو كانت هي الاساس اللي على اساسها الملك اورنامو بدا فكره شلون ينظم المدينه ويضع لها اسس وانظمه وقوانين. وهاي الاسس والانظمه والقوانين نعرف هي الفطره الانسانيه اللي تدفع الناس للتجمع في تجمعات سكانيه او لغرض الحمايه او لغرض التلاطف الاجتماعي منذ القدم ولحد الان. ولذلك ظهرت فكره العقد الاجتماعي من ذلك الزمن. فكره العقد الاجتماعي اللي هو السوشيال كونتراكت، واللي بالفلسفه يقولوها او مو بالفلسفه، يعني كانت موجوده في اللغه الاثريه مكتوب عليها باللغه السومريه المدينه الفضلى، او بالفلسفه اليونانيه المدينه الفاضله والجمهوريه الفاضله. هذه المدينه اللي كانت بداياتها في 2300، يعني بدايه النظم والانظمه والقوانين في اورنامو اللي اسسها الملك اورنامو 2300 قبل الميلاد. وضع اول قانون كتب به عقده الاجتماعي اللي هو من شرح اكو ملامح مدينه وتجمع سكاني بعدد يعني كبير لازم ينظم في انظمه وسياقات واسس. فقال اول كلمه بهذا العقد الاجتماعي انه الاخيار المدينه يسكنها الاخيار ولا مكان للاشرار والظلمه في المدينه. هذا كان اساس للعقد الاجتماعي اللي تاسس قبل 2300 سنه قبل الميلاد. هنا بدات تظهر فكره المركزيه وفكره انه هذا التجمع السكاني لازم يكون له راس ومركز. فبدات ظهرت حضاره بابل، وحضاره بابل كانت تسمى بمركز الكون، ويطلقون عليها في المخطوطات والآثار سرة الدنيا. وسرة الدنيا يقولها بالتفاسير انه يقال انه بالتحليلات انه